بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا طبعا بعض العملات بالنسبة للنكلة، وبالنسبة اللي هي النكلة الاتنين مليم اللي حضراتكم شايفينه، والواحد مليم بالنسبة للمليم الألومنيوم. وطبعا في عملة للملك فاروق، وفي طبعا في عملة تانية هي الملك فاروق المملكة المصرية، طبعا اتنين نكلة من الفضة الخالصة زي دي كده. أما دوت في طبعا اهوت بالنسبة للملك فاروق اللي هو واحد اهو، واحد مليم المملكة المصرية 1938. طبعا بالنسبة للعملات دي يا جماعة، العملات دي طبعا برضو ما بتجيبش فلوس كتير جدا، وطبعا في 5 مليم زي ما حضراتكم شايفين، وفي النكلة اللي هي النحاس، وفي المليم الألومنيوم. معانا عملات كتير منها، وأي كمية عايزين ممكن نوفرها لكم بإذن الله. واللي طبعا مش هيعجبه السعر طبعا بالنسبة لنا هنا في طبعا أسواق كتير، بالنسبة في محافظة دمياط في سوق الحمام طبعا، وفي المنصورة والمنوفية وأسيوط، وفي سوهاج، وفي طبعا مدينة المحلة الكبرى، وفي المنصورة، وفي طنطا. طبعا في القاهرة طبعا في وسط البلد وخان الخليلي، منطقة الحسين كلها، شارع عبد الخالق ثروت. وطبعا في اسكندرية في محطة الرمل والسيوف، وسوق الجمعة طبعا معروف سيد جدا جدا سوق الجمعة باسكندرية. وطبعا شارع خالد بن الوليد مشهور بالحاجات دي طبعا. طبعا العملات دي يا جماعة محدش برضو يقول لكم بتجيب ملايين وبتاع وبتجيب آلافات، مفيش الكلام ده. يعني أكتر عملة هنا ممكن تجيب لها 30 40 جنيه أو 50 جنيه بالكتير أوي أوي. فطبعا العملة طبعا بتبقى أحسن من الفلوس. طبعا العملة دي بالنسبة لنا طبعا غالية جدا من ناحية قيمتها يعني، كقيمة يعني، مش قيمة مادية زي ما انتم شايفين. وطبعا هنا في بعض الفلوس اللي هي العملة اللي هي المشكاه بيقولوا عليها. طبعا المشكاه دي برضو ما احتيال ما بتجيبش فلوس كتير زي حضراتكم شايفين، هي 5 مليمات. نشوفها نتأكد منها. اهي 5 قروش، اسف اهي 5 قروش. بالنسبة للمشكاة ديت ما بتجيبش فلوس كتير طبعا، لكن كقيمة أو قيمة معنوية ليها طبعا مردود كبير جدا جدا جدا. وطبعا العملات دي يا جماعة في ناس بتعرض علينا عملات كتير، بس احنا ما بنشتريهاش طبعا بمبالغ فيها، لأن العملات دي طبعا آخرها خالص زي ما حضراتكم عارفين 50 جنيه 40 جنيه 60 جنيه، ومضربها الدم 100 جنيه، وما تزيدش عن كده أي حاجة خالص. وما تنسوناش باللايك الجميل بتاعكم، فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.